السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم اخواتاتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم عندي في عالم البساطة مع سجيدة، ومرحبا باخواتاتي جدد اللي دخلوا عندي. نقول لكم مرحبا بكم اخواتاتي، وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وتعيدوا وتزيدوا. الفيديو تاع اليوم اكيد هو روتين عيد الاضحى. على بالي طولت بزاف وبزاف وبزاف باه نحط هذا الفيديو، ولكن انا نشوف فيه راهو جا في وقته. كما تعرفوا عيد الاضحى يعني ما بقالوش بزاف، راهو قريب. وهذه الفتره يعني راح نغيب عليكم غير شويه برك فقط، وعلاه بعد الاختبارات ان شاء الله نرجع لكم مع تحضيرات عيد الاضحى. روتينات، نحضروا مع بعضنا الشخشوخه، نحضروا مع بعضنا التريده. كما تعرفوا العادات والتقاليد تاعنا احنا اللي مارفين بها واللي تربينا عليها. وكما قاعدين تشوفوا هنايا حبيباتي الطاولة تاع فطور الصباح. درت الخبز، الكعك هذاك تاع الغرس، صابلي الكروكا، والحمد لله يا ربي يدومها نعمة. كما تعرفوا عيد الأضحى يعني ما كتروش فيه بزاف الحلويات، ولكن لازم تكون حاضر الحلويات، وخاصة البنات، خاصة خبز الدار يعني بريحة مزهر لازم يكون حاضر. اكيد هذيك الطاوله نحضرها في الليل، باه الصباح غير نفيض الحليب ونطيب القهوه، ويجي الزوج من الصلاه نفطروا. ساعات نفطروا قبل ما يروح يصلي، يعني كل مره وكيفاه. ولهنا بعد ما فطرنا ولميت الطابله تاعي وكلش، رحت للكسره تاعي. اكيد لازم وضروري جدا نخبز الكسره. هنا في الوقت اللي نخبز فيه الكسره الزوج تاعي كان ما كانش، راح عند اهله باه يذبح معاهم. انايا لهنا في هذاك الوقت عجنت الكسره تاعي وخبزتها وطيبتها كما قاعدين تشوفوا. لهنايا درت 5 خبزات، الله يبارك. هذاك هو جهد ما نتغداو ونزيدو نتعشاو، لانه انا العشاء ندير نطيبوا الراس، نطيبوا بالزلوف، هذه العادات. والراس باه ناكلوه اكيد لازم الكسره، ضروري الكسره، ما نقدروش الخبز ما نجموش. ولا انا واش رحت حضرت الحميص كما شاركتكم في وقفه عرفه قبل بنهار، وقصيت هذاك الدلاع تاعي بارد والفاكهه والسلطه، يعني كامل خضره سلطه، يعني ما طيبتش لانه كما قلت لكم قبل الزوج تاعي يحبها خضراء، واكيد مع الشوا تصلح خضراء احسن من الطايبه. لهنا كملت خدمتي كلش، غسلت الماعن هذوك تاع الفطور، غسلت كلش. ولهنا بعد ما كملت شغلي هنايا جينا للكراج راح نذبحوا الكبش تاعنا. بالهنا ان شاء الله ربي يهنينا ان شاء الله، والعقوبه ان شاء الله للعام هذا ان شاء الله يا ربي نزيدوا نعيدوا ونفرحوا. هنايا الزوج تاعي بعد ما راه عند اهله جاء وجاب معاه خواتاتو اللي هما سلافي، ربي يحفظهم ان شاء الله. جاو هنايا يذبحوا معاه كما قاعدين تشوفوا، يعني شاركت معاكم التفاصيل. هنا محكمينه باش يذبحوا. انايا بعد ما ذبحنا الكبش تاعنا درك يحكموا ينفخوه كما تعرفوا وباه يسلخوه. وفي الوقت هذايا لهنايا انايا جبت لهم لهنايا طيبت لهم القهوه جديده، وحطيت لهم شويه تاع كاطو يخدموا ويتقهواو في نفس الوقت. كما تعرفوا الرجاله ماشي كما حنايا نقعدوا مع السنين وفوهم، يحبوا كما نقولوا يشربوا القهوه بالعقل. وهنايا راه متعاونين مع هذاك الكبش قاعدين يسلخوا فيه، وانا راني غير مقابلتهم على خاطر كملت شغلي. الكسره تاعي طايبه محطوطه، السلطه الحميص كلش راهو في الثلاجه يبرد مع السخانه هاكم تعرفوا. ولهنا علقوا الاضحيه تاعنا، يعني جات الله يبارك ما يمشحمه ما معظمه كما يقولوا، مليحه برك، اللحمه تاعها صافيه الحمد لله يا ربي. ولهنايا هم هنايا باش يجبدوا الاحشاء تاع الخروف المصارن والكبده، وباه يجي الدور تاعي انا باه انظفهم. وكي العاده المعتاده كما قلت لكم في وقفه عرفه جاب ربي عمرت الماء ما كانش بصح كاين، يعني عمرت الحمد لله يا ربي، يعني درت حسابي. بعد ما جبدنا الاحشاء هذوك تاع الخروف كما قلت لكم قبل، انا طريقتي في غسل الاحشاء الخروف بهذه الطريقه. نجيب هاد المايده تاع البلاستيك، ولا عندك تاع اللوح كيما تحبيه، من الافضل تاع البلاستيك. وش ندير؟ نحط الاحشاء تاعي كيما راه كيما قاعدين تشوفوا فيهم. من بعد نجيب العين، هنا كيما قلت لكم العين ما كانش، راني درت بالعين تاع الريزرفوار. نحط الماء كيما قاعدين تشوفوا، يعني هي لو كان جات العين يعني قاويه وكاينه احسن، يعني انا خفت تفضي الريزرفوار،
نغسل غير بشوي. معناها نحط العين في هذاك المصران ونخلي الماء يمشي مع هذاك المصران حتى تغسل الكرشة تاعنا كاملة وبكل سهولة. معناها لو كان جات كاينه العين قاوية معناها نخلي هذاك الماء يمشي مليح بين المصارن ونحي بشوي ونغسل كما قاعدين تشوفوا هنايا هاني نغسل فيهم. نغسل في المصارن تاعنا، من بعد نحطهم في كيروانة ونحط معاهم شوية تاع الخل ونخليهم. لهنا راني قاعدة نقلب فيه، معناها ضروري جدا أني نقلبهم بهذا العود هذا تاع الخشب كما تعرفوا كي قدم العيد نلقاوهم يتباعوا في كل بلاصة. هنايا بعد ما قلبت المصارن تاعي وغسلت هذيك الكرشة وحطيتها كاكا واحد 5 دقائق 10 دقائق في الخل، من بعد غسلتهم وحطيتهم هنا يسقطروا. ولهنا هذيك الشحمة وهذيك الكبدة تاعي والرية. من بعد لهنايا جيت البوزلوف تاعي للراس تاعي باش نشوطو، حطيته على الطابونة نشوطو. كاين اللي يشوطو بالشاليمو، انا ما جربتش تاع الشاليمو، قال لك الشاليمو احسن، صراحة ما جربتش الشاليمو. من بكري نديرو بالطابونة، نخدم بالطابونة كما قاعدين تشوفوا. نحطو يتشوط، معناها من بعد نحي هذاك الصوف هذاك بالموس حتى يتشوط الراس تاعنا مليح. معناها لازم يتخدم هذا كامل، الشي كامل خواتاتي نخدمه قبل ما نتغداو. معناها هذه جويه كاكا 10:30 ل11، معناها انايا 11:15 كاكا 11:30 باه بديت نشوي. معناها هذا الخدمه تاعي كامله نخدمها قبل الغداء. هنايا الراس تاعي ضروري نخدمه يعني في هذيك الصبحه بعد به بالكرعين، معناها مش راح يقعدوا من بعد ولا حاجه. وعلى خاطر الراس تاعنا احنا نتعشوا به العادات والتقاليد تاعنا احنا تاع دارنا، وكل واحد وكيفاه. هنايا يعني في قالمه وكل واحد والعادات تاعو. كاين اللي يشوي، كاين اللي ما ياكلش الراس يخبيه في كونجيلاتور حتى من بعد خلاص باش ياكلوا. احنا لا، هنايا شوفوا غسلته شوطته وغسلته مليح بالإزيس وبهذاك الخزم هذاك تاع نقول انايا يجي بونجا ويجي من برا حرش هكا تعرفوه البنات، يساعد روعه صدقوني. شوفوا ولا يشعل. هنايا الزوج تاعي راهي نحيلو في القرون، بعد نقصوه ونتفتفوه ونحطوه في البرمه على جهه باش نتعشاو ان شاء الله يا ربي. ولهنايا راني نلم في الدنيا وفي الحاله. ولهنايا جا وقت الغداء، راني قاعده نوجد ونقص. يعني كما قلت لكم الخدمه تاعي كامله هذه راهي في الكراج. هنايا حطيت هذيك الكرشه والمصارن شويتهم وحدهم على جهه، والمصارن كما قلت لكم المصارن والكرشه شويتهم على جهه والكبده وهذوك على جهه. من بعد خلطت وعاودت سخنتهم كما قلت لكم انايا مالفه نخدم في الطاجين تاع الطين. المره هذه الطاجين تاع الطين مخبيته في الكراج وما فقدتوش، جيت نفقدو البنات لقيته تكسر. درت بهذيك الطاجين تاع الحديد يعني صراحه روعه. هنا كما قاعدين تشوفوا هذاك الحميص بعثوا لي جارتي ربي يحفظها، الحمد لله يا ربي. يعني عندي جيران كيما العسل اللي يفقدوني ونفقدهم. هذاك تاع الحميص تاع الطماطم اللي درته انا، وهذاك الحميص الحار الاخضر درته جارتي بعثته. الديسير السلطه هنايا هاو الشوا تاعنا، وفقط يعني انا ما نقليش البطاطا، ما نديرش بطاطا مقليه هذوما بزاف. هنايا الجازوز تاعنا، والحمد لله يا ربي يدومها نعمه عليا وعليكم ويحفظها من الزوال ان شاء الله. كما قاعدين تشوفوا الهريسه ثانيه بالزيت زيتونه، اكيد لازم الهريسه بزيت زيتونه. والحمد لله يا ربي عقب العام هذا ان شاء الله. هنايا كما قلت لكم بعد ما تغديت وكملت فتفت هذاك الراس تاعي بعد ما قصوا لي الزوج. واش حطيت فيه لي زيبيس كامل اللي عندك، ورقه طرنت، فلفل حار والطماطم والبصل، معناها نقصوهم شرائح كما قاعدين تشوفوا. من بعد نحط فيها الماء ونخليه يطيب في غردو. انا يا مالفه البنات نقص له خلاه ونطلع نرقد، يعني النار نقص لها خلاه ونطلع نرقد. من بعد يعني ماشي ننسى عليه خلاه، من بعد نروح نلقاه طايب زبده. لهنايا
في الليل واش راح نديرو هنايا وزوج كما قاعدين تشوفوا. رانا قاعدين نقصوا في اللحم، يعني نقصوا اللحم هنايا، نقصوا في الدار، يعني انا كل شيء نخدموا في الدار الحمد لله يا ربي. حتى باه تديه عند الجزار يحب لك باش الجزار يقص لك، يعني غاشي غاشي غاشي. الحمد لله يا ربي بما انه ربي عطينا صحتنا الحمد لله يا ربي، نخدموا بيدينا وربي يدومها ان شاء الله. لهنايا نقصوا اللحم تاعنا، وبما انه البنات درنا الدار لازم نتعلموا كل شيء. يعني انا يا وزوجي هنا في العيد تاعنا الاولى كنا ما نعرفوش نقصوا، كنا نفزدوه بصح معليش، حتى لو كان نفزد اللحم خيانه اللي راح ناكله كيما نقولوا مش راح يطلعوا عليا واش حطيت في البرمه والله يعني فاز ولا مش، يعني كي يطيب كامل يجي زي بعضه بشوي بشوي الحمد لله. ولينا نعرفوا نقصوا ولينا نعرفوا نفصلوا كما يقولوا الحمد لله. هذه الخدمه اكيد في الليل بعد ما شاح الكبش تاعنا ونشف قصيناه باه نوجدو الطراف تاعنا ان شاء الله تاع اللحم الغدوه اللي هو نهار الثاني عيد. واش نحضروا حنا؟ نحضروا الكسكسي، يعني معظم العائلات يحضروا يعني طبق تقليدي. احنا هنا في قال نحضروا الكسكس، يعني معظم العائلات يحضروا الكسكس. كان يحضر الشخشوخه، كان يحضر تريده، كان يحضر الفطير، كل واحد كيفاه، ولكن انا نحضر الشخشوخه. الله يرزقنا الصبر لنا اجمعين، كما رزق الشامخ القدر ابن مرسالين على ابن لحالين. يا جزائر يا العظيمه سمت قيمتك عظيمه. وانا اكيد كي نعودوا راح نقصوا اللحم تاعنا نفرشوا حاجه باش ما نخمجوش الكوزينه تاعنا نظيفه. لنا بعد ما كملنا القسطان هنا لميت اللحم تاعي هذاك ونفرز فيه في ساشيات. شوفوا لهنايا بنتي قالت لي يا ماما صوري لي الحنه يشوفوها طاطاواتي. هنايا الحنه تاعها مازالت ما طلعتش مليح مليح، هنا الغدوه الصباح ولات واش نحكي لكم. هاي الحنه تاعها ندير الفرني جابده شعرها. هاي الحنه تاع ولدي. المهم خواتاتي نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنسونيش باللي جام ولي كومونتير باه تحفزوني، وان شاء الله يا ربي يعني انتظروني فقط بعد الاختبارات ان شاء الله هكاك في اول جوان نبدا نحط معاكم، ولا 2 جوان نبدا نحط معاكم فيديوهات منها يعني يقعد ما شهر، يعني الاقل من شهر العيد الاضحى. نبدا ندير معاكم التحضيرات، نحضروا مع بعضنا كما قلت لكم. نحضروا كما قلت لكم شخشوخة الطفر، يعني معروفة عنا حنايا هنا في الشرق. تنظيفات، ترتيب، المهم ترقبوني ان شاء الله. المهم خواتاتي نخليكم في امان الله وربي يهنينا ان شاء الله. مبروك عيدنا وفرحنا، مبروك عيدنا وفرحنا، وعم على حباب جمعنا،